مساء الخير، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله ما تربيش وخلاص. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الفرق ما بين التسمين والنمو. دول مصطلحين مرتبطين ببعض، وناس كتير جدا ما بتقدرش ان هي تميز ما بين الاثنين او تعرف الفرق ما بين الاثنين، وهل انا دلوقتي الحيوان بتاعي في مرحله نمو ولا في مرحله تسمين، وايه الفرق ما بين الاثنين، وايه الفرق ما بين تغذيه الاثنين. عايزين نبقى نعرف ان احنا عندنا نوعين من النمو. عندي مرحله النمو ما قبل الجنيني، ودي المرحله اللي الحيوان بيبقى بينمو فيها وهو لسه جنين في بطن الام. دي المرحله اللي انا ما ببقاش شايف فيها الحيوان، ولكن بتعتمد على تغذيه الام. المرحله الثانيه اللي هي مرحله النمو ما بعد الجنين، اللي هي المرحله ان الحيوان بيكون قدامي وانا اللي بتحكم او بقدر ان انا انشط نمو الحيوان او ان انا اثر في تغذيته، وهنا بيكون معدلات نمو الحيوان منخفضه. طيب دلوقتي الحيوانات الصغيره في بدايه فتره حياتها في حوالي اول 150 كيلو بيكون معدلات النمو هنا بطيئه وفي اتجاه تكوين العظام. يبقى في المرحله الاولى بيكون الحيوان بيبني العظام بتاعته وبتكتمل الاعضاء الداخليه بتاع الجسم. بعد مرحله ال 150 كيلو بيبدا الحيوان من وزن 180 ل 200 كيلو في معدلات نمو عاليه، وده افضل فتره للتسمين، والفتره ديتي اعلى معدلات نمو فيها، لان الحيوان هنا بيكون لحم او بيبقى اتجاهه لترسيب اللحم او بناء العضلات. طيب في الفتره ديتي هل الحيوان هنا بيكون لحم بس؟ لا، ده في نسبه كمان من العظام بتزيد، حيوانات بتزيد، تلاقي الحيوان بيخشن معاك، ولكن هو بيرسب لحم او بيكون عضلات اكتر او افضل في الفتره دي لغايه وزن كام؟ لغايه مرحله النضج الجنسي. بعد كده بيبقى في عندك مرحله التسمين، ده المرحله الثانيه، وده الفرق ما بين النمو والتسمين. مرحله التسمين اللي هي مرحله التسويه او مرحله ان انا برسب الدهن، بيكون تكوين الدهن فيها او ترسيب الدهن فيها اعلى من من ترسيب اللحم. لو احنا مثلا افترضنا في المرحله ديتي بيكون عندي 90% من اللي بيتكون او من الزياده الوزنيه في وزن الحيوان بتكون عباره عن دهن، و10% بتكون عباره عن لحم، ويكون الحيوان وصل للمرحله ديتي ان هو خلاص اكتمل او بقى وصل لمرحله تم النمو بالنسبه للهيكل العظمي وكمان الاعضاء الداخليه. طيب في الفتره ديتي هل بقى تغذيه الحيوان بتختلف في فتره النمو عن فتره التسمين، ولا انا بغذي الحيوان في الفترتين واحد؟ لا، احنا خلينا متفقين ان الحيوان اول ما بيتولد بيكون التغذيه بتاعته عباره عن تغذيه سائله اللي هي لبن الام او بديل اللبن على حسب النظام اللي هي المزرعه بتبقى متبعه بيه او المربي شغال عليه. طيب يبقى الحيوان هنا بياخد التغذيه بتاعته تغذيه سائله، ويبدا بعد كده يخش على العلف العلف البادئ اللي هو التغذيه الجافه. هنا بيبقى محتاج هو في الفتره ديتي بيبني العظم بتاعه، ويبدا ان هو يكون اللحم. فهنا الحيوان عايز ياخد معدلات بروتين عاليه في العليقه بتاعته. معدلات البروتين العاليه بتؤهله ان هو يدي معدلات نمو عاليه. وبمناسبه معدلات النمو، انا لما اجي اقارن ما بين الحيوانات في معدلات النمو بلاقي ان الحيوانات البلديه دي معدل نموها بيبقى حوالي من 700 ل 800 جرام في اليوم. اما الحيوانات الخليطه بتبدا عندي من كيلو لكيلو 200 او كيلو ونص في بعض الحيوانات الخليطه. اما الحيوانات المستورده فدايما بنلاقيها ان معدلات نموها بتبقى عاليه، خاصه الاصيله في انتاج اللحم، مش ذكور حيوانات ابقار اللبن زي الفريزيان. لا، الاصيله في انتاج اللحم بتكون معدلات نموها فوق الكيلو ونص، وقد تصل كمان لاكثر من 2 كيلو ونص في اليوم. نرجع بقى للتغذيه، بنلاقي ان احنا في الفتره الاولى احنا بندي عليقه مرتفعه في محتواها من البروتين مع الحفاظ على نسبه الطاقه للبروتين. ايه النسبه ما بين البروتين والطاقه اللي تسمح باستفاده الحيوان من العليقه اللي انت بتديها. طيب في مرحله التسمين هنا انا برفع الطاقه عشان الحيوان هنا محتاج قيمه حراريه عاليه، عشان انا بلاقي ان القيمه الحراريه اللازمه لبناء 1 كيلو جرام من الدهن بتحتاج او بتعادل 5 اضعاف او اكتر، يعني حوالي 5.2 مره مقدار الطاقه اللي هيحتاجها الحيوان عشان يبني
1 كيلو جرام من الايه من اللحم. تمام. فبالتالي في الفتره دي اللي هي فتره التسمين او فتره التسويه انا بركز على الطاقه بتاعه الحيوان، الطاقه بتاع العليقه بتاع الحيوان، عشان الحيوان هنا هيرسب لي دهن اكتر، يتجه اتجاه الدهن. خلاص مرحله تكوين العضلات خلاص انتهت، مرحله العظام اكتملت، مرحله الاعضاء اكتملت، ويبدا الحيوان يرسب الدهن. طب الحيوان ده بيرسب الدهن فين؟ ايه هي الاماكن اللي بيرسب فيها الدهن ونسبها ومدى قبولها بالنسبه للمستهلك؟ انا الحيوان عندي بيرسب في 5 اماكن اساسيه. المكان الاول اللي بيرسب فيه الدهن اللي هو بيبقى تحت الجلد، طبقه تحت الجلد كده بيرسب فيها الايه الدهن. تاني حاجه الغشاء البروتوني اللي هو دهن المنديل، لما يجي الجزار بيذبح كده يطلع زي ايه منديل كده او طبقه رقيقه من الدهن. ثالث حاجه اللي هي دهن الحلويات، دهن الحلويات اللي ما بين الاحشاء الداخليه بتاع الحيوان بيبقى فيه طبقه من الدهن. كمان عندي الدهن اللي بيبقى مترسب حول الكليتين. كل دي دهون منفصله او دهون مش مرتبطه بالايه بالبناء العضلي بتاع الحيوان. اما بقى الدهن اللي بيترسب ما بين الالياف العضليه وده افضل مكان لترسيب الدهن، وده اللي بيخلي اللحم بتاعك مستساغ ومقبول بالنسبه للمربي. وبكده نكون فرقنا ما بين النمو والتسمين، وازاي تفرق ما بين النمو وما بين التسمين. ان النمو ده عباره عن المرحله اللي بينمو فيها الحيوان وبيكون فيها جسمه او بيبني فيها العظام والنمو العضلي بتاع جسمه في المرحله الاولى من حياته. اما مرحله التسمين او مرحله التسويه فدي بتبقى بعد مرحله النضج الجنسي بتاع الحيوان، وبتحتاج في التغذيه بتاعتها لطاقه عاليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك او شير، وسيب سؤالك. لو عندك سؤال هنرد عليك في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وان شاء الله مشاريع ناجحه وتقدر تحقق اعلى ربح ان شاء الله.